مرحبا بكم مشاهدينا الآن مع الأبطال، مع صاحب الأرض والجمهور، مع التاريخ. ونتكلم عن كرة القدم، نتكلم احنا عن المنتخب الكويتي. صحيح ان احنا ودعنا البطولة، بس احنا دائما نقول عينين فراس. المنتخب الكويتي قدم كرة حلوة، المنتخب الكويتي أفرح أكثر من 50 إلى 60 ألف متابع في هذا الاستاد. فرحانين انتم، ابي شعورك الحين وانتم تأهلون. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء ثق بالله ان اخواننا القطريين واي ضيف او عفوا احنا الضيوف وانتم ثق بالله انتم اهل الدار، سواء اخواننا القطريين او اي اشقاء من دول الخليج. احنا زعلانين اول شيء انه راح تروحون عنا ثق بالله. بالنسبه حقنا كفوز وتاهل اللهم لك الحمد. يمكن الجمهور هذا الغفير من زمان مو فرحان، ثق بالله انه كان كل همنا ان نفرح هذا الجمهور. الف حمد وشكر، تاهلنا للادوار عفوا الاقصائيه، نركز بالجاي وان شاء الله القادم افضل يا رب. مشاري من زمان ما شفنا الاستاد في الكويت ينفجر بهذه الطريقة. اعتقد انتم مو بعطيتوا 100%، اعطيتوا 1,000,000%. الحماس اللي شفته في جمهور الكويت من زمان ما عشناه، بالذات مع جمهور المنتخب الكويتي. اللهم لك الحمد. طبعا بعد توفيق ربك ثم التاهل هذا وهم اللي وراه للامانه. احنا سبب كلاعبين كجهاز فني كاداري كل ما قصر، لكن لما تشوف على قولتك من زمان يعني استاذ جابر ما مول بالجماهير الكويتيه، لما تشوف هذا الحضور ثق بالله لاخر نقطه عرق تلعب بالملعب، يستاهلون. الف مبروك لهم. اكيد يبون يسمعون منك شيء الجمهور، لان طموحهم كبر اكثر بعد التاهل. انا يمكن قلت له من اول جوله ضد عمان، المنتخب العماني الشغيف، قلت احنا راح نلعب لاخر نقطه عرق فينا كلاعبين. فرحه ويستاهلون الجمهور الغفير اللي جاكم واستانس معاكم. الف مبروك. الله يبارك فيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا التاهل. هذا اقل شيء نقدمه حق الجمهور اللي كان متواجد يمكن من الساعه 2، يمكن اللي كان بالبيت وراح يحضر اكثر من الجمهور الموجود، لكن التذاكر ما كانت موجوده. خذينا عهد على نفسنا الجمهور هذا كله ما يطلع خايف باي مباراه، باذن الله راح نوصلهم لابعد نقطه، وباذن الله عيننا على الكاس ان شاء الله يا رب. فواز، الطموح كبر اكثر واكثر بعد عوده الروح، وبالذات الروح في المنتخب الكويتي اللي فقدناه بشكل كبير من زمان. الجمهور وجميع محبين الازرق يطمحون لنتيجه ايجابيه وبيطمحون للكاس الغاليه. اكيد بالنسبه للمنتخب الكويتي بكاس الخليج، اي بطوله يدشها بكاس الخليج يكون طموحه كبير، يكون عينه على البطوله. يمكن الحين خلصنا المهم، باقي الاهم، باقي عندنا مباراه نركز عليها بكل نقطه فيها. اليومين هذه ان شاء الله عندنا استشفاء، بعدها باذن الله ناخذ المطلوب من المباراه ونروح بعيد ان شاء الله. تستاهلون والله الفرحه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. يعطيك العافيه، بالتوفيق ان شاء الله. يستاهلون الفرحه ويستمتعون بشكل كبير. فرحه ناخذك مره واحده على الهواء. يلا تعال، حياك الله. شوف، اعتقد انت الحين يوم تشوف كل واحد هذا الفوز يعني لك اكثر واكثر. ان الجمهور اللي حضر طلع وهو مستانس ومستمتع بالاجواء اللي قاعد يعيشونها الكويتيين ومنتخب الكويت في هذه اللحظات الجميله في بطوله غاليه عليكم وايد. الف حمد لله على الفوز هذا. هذه الفرحه يستحقها الشعب الكويتي ويستحقها كل الجمهور اللي موجود. من زمان يعني من فتره بعيده ما فرحنا نفس هالفرحه. ان شاء الله يكون القادم افضل، وباذن الله نروح على ابعد نقطه باذن الله. العين على الكاس ان شاء الله، العين على الكاس. بالتوفيق، والشارع الكويتي منتظرها من زمن طويل، واليوم اعطيتوهم هالفرحه. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا الجمهور الكبير هذا يستحق الفرحه للامانه. الجمهور وهو الرغم الصعب في هذه البطوله، اصرارهم وقتالهم من اول دقيقه لاخر دقيقه، اعتقد هذا الشيء يحسسه بمسؤوليه كبيره داخل الملعب. وانا اقول لك شغله وقلتها، لاعبين 4 إلى 5 لاعبين ما كانوا جاهزين للمباراه هذه، وكانوا ممكن يصيبوا باصابات عضليه كبيره، لكن اصروا حاولوا كثر ما يقدرون، والحمد لله هذا القتال والروح هذا سبب الفوز باذن الله. الحمد لله. الف مبروك، تستاهلون كل خير. شكرا وهاردك لكم حبيبي، الله يحفظك اخواننا. الله يجزاك خير. اذا هذه الفرحه موجوده عند جميع اللاعبين لان يستاهلون. كويتاوي او عراقي او سعودي ان شاء الله. اخذتك بالتدريبات، مبروك. الله يبارك في عمرك. الحمد لله رب العالمين. مبروك للجهاز الفني، جهاز اداري، اخواني اللاعبين، الرجال اللي قد المسؤوليه كانوا. يمكن كان علينا حمل كبير 3 ايام، الاسبوع اللي طاف يمكن 3 مباريات لعبنا مباريات صعبه.
الحمد لله مع الجمهور هذا الحلو يهون التعب. اللقاء امس بالتدريبات لعبك اساسي اليوم واحسن من افضل لاعبين اليوم لعب. الحمد لله كانوا خايفين صراحه. الحمد لله لا الحمد لله رديت. اي الحمد لله يعني اخواني اللاعبين ساعدوني داخل الملعب ويبقى حمد يعني مو اول مره يلعب مباراه جزء من منظومه اكيد والحمد لله على كل حال ان شاء الله بنص النهائي نقدم افضل اداء من المجموعه. هذا هو شنو الموج؟ هذا هو الموج الازرق. شكرا.